قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، كما ورد في الآية 20 من سورة يوسف. السلام عليكم أخوتي وأخواتي متابعي قناة معرفة الصواب، معكم عباس جميل السلطاني. سألني أحدهم عن الفرق بين الثمن والقيمة. القيمة هي ما يقابل الشيء ويعادله حقيقة، بينما الثمن هو المبلغ النقدي الذي يتفق عليه البائع والمشتري في صفقة البيع، وقد يكون أقل أو أكثر من القيمة الحقيقية. القيمة تشير إلى القيمة الجوهرية أو المادية الحقيقية للشيء، بينما الثمن يمثل ما تم الاتفاق عليه بالفعل في عملية البيع، كما ورد في قصة سيدنا يوسف عليه السلام عندما شروه بثمن بخس دراهم معدودة، حيث أن تلك الدراهم لم تكن قيمة سيدنا يوسف عليه السلام الحقيقية، لأن سيدنا يوسف عليه السلام لا يقدر بثمن، ولو دفعوا جبلا من ذهب وجبلا من فضة فإنه لا يساوي قيمة سيدنا يوسف عليه السلام، وسيكون فيه من الزاهدين بحقه. كيف وأنهم باعوه بدراهم معدودة؟ قال سيدنا الإمام علي عليه السلام: وقيمة المرء ما قد كان يحسنه. شكرا جزيلا لإصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبلوا تحيات محدثكم عباس جميل السلطاني.